احلى كوبيبة غمراوي ممكن تدوقيها. طعمها تحفة وقوامها حلو جدا، والسر في الصلصة او اللي هي الشوربة اللي بين الصلصة وبين الشوربة دي. حاجة كده خرافة، هي دي اللي هتظبط لك الطعم بطريقة غير طبيعية. وطبعا خلطتك للكوبيبة الغمراوي هتفرق كتير جدا جدا. بص الشكل والجمال، طريقتها سهلة وبسيطة. تعالوا كده نسمي الله. معايا 3 كوبايات من الرز، غسلتهم وصفيتهم وفرشتهم كده ايه على قماشة كده وعلى صينية، سبتهم بقى ايه ينشفوا. تمام. و3 بصلات كده جبتهم بقى ايه في الصينية كده، الصينية دي اللي هنحضر فيها. لايك وشير بقى وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ونشوف الخطوات بتاعتنا السهلة البسيطة، وشارك كتير لاصحابك واخواتك وحبايبك عشان كله يستفاد من الفيديو، وان شاء الله تطلعي بنتيجة مربحة. هنا قطعت البصل زي ما انتم شايفين كده بالطريقة ديت. هتقطعي البصل تقطيع عشوائي، يعني مش لازم تقطعي البصل تقطيعة معينة، لا تقطيع عشوائي عادي خالص كده، عشان هنحط كل حاجة كده ايه على بعضها. خلاص كده قطعت كده البصل. وهنا الخضرة بتاعتي اللي هي خضرة المحشي اللي هي الكاملة، بحيث ان انتي تلاقي فيها ريحة حلوة. يعني بحب كمان احطها كفتة الرز قوي. هنا ملح وفلفل وكمون كزبرة وبابريكا، 7 بهارات، توم باودر بصل باودر ومكعب من المرقة. دي كل البهارات بتاعتنا اللي موجودة معانا النهاردة. حابة تضيفي اي بهارات زيادة انت بتحبيها او نكهة بتحبيها ضيفيها، حاجة براحتك وحاجة ترجعلك. تمام كده. حطيت كده البهارات، وهنحط كده ايه اللحمة برضو على الخضرة. ده نص كيلو، حطيت عليه 3 كوبايات من الرز، 3 بصلات، من كل نوع خضرة رابطة كده. وحطيت كده الرز زي ما انتم شايفين، والبهارات بتاعتنا بقى هنقلب كده كويس. في ناس على نص كيلو دوت بتحط حوالي 4 كوبايات 6 كوبايات ساعات رز على نص كيلو لحمة. هي الكوباية الغمراوي بيبقى يعني أكترتها رز معروفة. تمام. هنقلبها كده، وبعد ما هنقلبها بقى تقليبة كده كل حاجة دخلت في بعضها كده بقى، والخلطة بتاعتنا كلها يبقى كلها متقلبة على بعض. هنجيب بقى الكبة بتاعتنا اللي احنا هنفرم فيها. حطيت كده قرن فلفل عليها، وحسب الرغبة بقى، عايزة تحطيه مش عايزة تحطيه براحتك، بس عايزة اقولك بيدي نكهة حلوة برضو. جبت كده الكبة واحط نص الخلطة. تمام. النص كده احطه كده في الكبة، وبعد كده افرم. انتي عايزاه بقى فرم ناعم، فرم خشن، فرم متوسط، حسب ما انتي حابة. انتي بتوصلي للمرحلة دي انتي بتتحكمي فيها. هحط كده النص بتاع الخلطة زي ما انتوا شايفين كده، وهغطي بقى على الكبة كده وهشغل. تمام. بسم الله اهوت. مش هنعم قوي، بس عشان خاطر ايه يعني ضربتين 3 4 كده، بحيث ان هي ايه الحاجة تهبط معايا. واحط بقية كمية الخلطة ديت على في الكبة زي ما انتوا شايفين كده. احط الكمية كلها في الكبة، بحيث ان انا الفها بقى مرة واحدة، وهي ما شاء الله الكبة هتاخدها يعني. فقعدت بقى اضرب فيها لحد ما تديني النوعمية اللي انا عاوزاها، السمك او القوام اللي انت عاوزاه، انت اللي بتوصلي له. ان كنت خشنه، في ناس بتحبها خشنه، في ناس بتحب الرز باين فيها قوي، في ناس بتحبش الرز باين فيها. انا ما بحبش الرز باين فيها، انا بحب اللي هي المرحله اللي هي قبل كفتة الرز دي. بتبقى كفتة الرز بتبقى ناعمة، ديت اخشن منها حاجة بسيطة. هنا كده كنت خلصت، هفضيها بقى في صينية كده. وجبت صينية كبيرة عشان ايه يعني اعمل اكور واحط عليها. وبولة صغيرة كده فيها شوية من الزيت. هحط كده ادهن ايدي دهنة صغيرة، واخد كورة كده من الكوبيبة وشوية زيت عليها، واكورها بالشكل دوت كده وبططها. التبطيط ده يرجع لك انت، لو حابة ان انت تخليها سميكة، حابة تخليها رقيقة، بترجع لك انت حسب ما انت حابة. تمام كده اهي. هنعمل كده إيه كام واحدة، وبعد كده نشوف بقى الخلطة بتاعتنا اللي احنا هنعملها، اللي هتخلي معانا الكوبيبة في حتة تانية، او طعمها بمعنى اصح مختلف تماما. بترجعلك انتي. بصي انا عاملاها دي سميكة شوية، بس رقيت شوية عن كده كمان.
هخلص بقى الكمية بتاعة الكبيبة كده. وهنا كنت حطيت حلة على النار فيها بصلاية، فيها معلقة كده من التوم. تمام. ولازم معلقة التوم دي بتدي نكهة حلوة جدا جدا مع الصوص بتاع الكبيبة او الشوربة بتاعتها. هو اللي انا بعمله ده بين الشوربة وبين الصلصة بس حلوة. هنا حمرت كده البصلة تحميرة حلوة كده زي ما انتوا شايفين. تمام كده. وجبت الكبة بتاعتي وضربت فيها طماطم، بس طماطم مخليها تقيلة، انا عايزة الصلصة تبقى تقيلة وحلوة. تمام كده. وهخلط كام واحدة كمان تاني كده واحطهم عليهم اهوت. وبعد كده بقى ايه، هحط كده ايه، يعني عملت زي شفشق ونص كده من الطماطم. هقلبهم بقى تقليبة حلوة كده. خلاص كده تمام. وبعد كده نجيب البهارات بتاعتنا، ملح وفلفل كمون كزبرة بابريكا، حبهان ورق لوري. حابة تضيفي برضو اي منكهات ضيفي، حابة تضيفي مكعب مرقة ضيفي برضو براحتك. هنقلبها بقى تقليبة حلوة كده ونسيبها بقى تتسبك لحد ما اخلص كمية الكبيبة بتاعتي. انا عايزة يعني اكور الكبيبة وابططها كده، والتسبيكة شغال عليها، النار شغال عليها تتسبك. هنا بصوا وصلت لمرحلة بسم الله ما شاء الله حلوة جدا. يعني بصوا اتسبكت كده وبقت تحفة جدا وريحتها فظيعة، ولونها كمان ما شاء الله يفتح النفس. زودي بقى المية، زودي شفشق، زودي اتنين حسب ما انتي حابة. يعني ايه، انا في شفشق الكبة زي اللي ضربت في الطماطم مليته على طول وقلت ازود بيه كده. حطيت إيه شفشق، وهحط هنا كده برضو ايه التاني اهوت. خلاص كده هنغطي عليها بقى ونسيبها تغلي ونشوف بقى الكوباية بتاعتنا. هنا بصي كمية الكوباية بسم الله ما شاء الله طلعت كتيرة مش شوية، يعني ما شاء الله. ممكن تعمليها تعبي في اطباق وتحطيها في الفريزر وتطلعي على قد اكلك بالظبط، مش لازم تعمليها كلها. تمام. هنا الشوربة بتاعتنا كانت غليت معانا. حسيت ان هي كانت محتاجة شوية ملح، انا حطيت لها شوية ملح بصراحة، يعني دقتها ولقيتها محتاجة شوية ملح. هنحط كده ونبدأ نسقط كده ايه تدريجيا. و يعني هحاول بقدر الامكان ما نحطش في النص، هنحاول نحط في الجناب بس، داير ما يدور كده لحد ما تدينا ايه، يعني سطر كده ورا بعضه كده في الجناب. لو زايد عندك حطي في الحله في النص، لكن انا هكمل كده اللي باقيين في الجناب زي ما انتم شايفين كده. لايك حلو منك، شير حلو منك كده لصحابك وحبايبك واخواتك عشان كله يستفاد من الفيديو. وانتي كمان تشجعيني بكومنت حلو كده، خليني اشجع اكتر وانا انزلكوا وصفات احسن واكتر باذن الله. تمام معانا كده اهو. بصوا بحط كده ايه في الجناب داير ما يدور. هي بدأت ان هي تغلي معانا اهي. بصوا ما شاء الله بتاخد لها حوالي تلت ساعة، بتهيألي مش بتكمل كمان. بس بصوا الشكل يفتح النفس بصراحة، بسم الله ما شاء الله جميلة وريحتها حلوة جدا جدا. وما شاء الله بصوا الكمية قد ايه في الحلة، يعني بألف هنا. هنا غرفت طبق وعايزة اقول لكم الطبق ده اقل من نص الكمية والله. بألف هنا وشفا للي ياكل. دوقيها وجربيها واعمليها بنفس الطريقة ونفس الخطوات، تطلع معاكي مختلفة تماما تماما تماما. في حتة تانية كده، طعمها كده تحسي ان انتي يعني لا حلوة. جربيها، مش هقولك اكتر من كده عشان تجربيها وتكتبي لي في الكومنتات تقولي رأيك فيها ايه. شكرت فيها كتير عشان هي فعلا كانت حلوة وتستحق الشكر، اللي انا اول مرة اعملها بصراحة. حلوة جدا. وكوبا الغمراوي مش محتاجة بقى الكلام ولا محتاجة ان انت توصفيها. هي بس ايه، انت بس اكتبي كوبا غمراوي هتلاقي 30,000 حد عاملها. بألف هنا وشفا. بس جربوا الوصفة دي، الوصفة دي ممتازة. يا رب الفيديو يعجبكم تكونوا استفدتوا منه وجربوه ان شاء الله، تطلع معاكم حلوة جدا 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 ان شاء الله بإذن الله. ولادك هيعشقوها. لو مثلا يعني مش بيحبوا مثلا كفتة الرز، جربي الكفتة اللي هي الكوبا الغمراوي ان شاء الله تطلع معاكي جميلة جدا جدا. استنوني فيديو جديد ان شاء الله ويكون احسن واحسن بإذن الله. مع السلامة.